اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده طريقة سهلة وبسيطة جدا وجديدة لتتبيلة الفراخ المشوية زي بتاعة بره بالظبط كده اللي بنشتريها من المحلات. انا جبت هنا عندي الوراك، الكمية دي كانت موجودة عندي. غسلتها كويس جدا وشلت منها الجزء اللي هو بيكون في القفص بتاع الورك. ونضفتها كويس جدا وغسلتها بليمون وملح كده وطماطم ودقيق عشان تكون نضيفة معايا. وهنحتاج حبايتين من البصل وحبايتين من الطماطم وحبايتين من الفلفل. وكمان البهارات اللي هنستخدمها ملح، فلفل اسود، ربع معلقة من الثوم ومرقة. وطبعا معانا 7 بهارات، ربع معلقة برضو، ومكعب مرقة. ممكن لو مش حابين المرقة عادي جدا زي ما تحبوا. هنجيب طبعا الكبة بتاعتنا بقى، هي دي اللي احنا هنستخدمها عشان نفرم الحاجات. الخضار بتاعنا يكون ناعم خالص. هنقطع البصل طبعا كده. غسلت الكبة بتاعتي الاول، وهنجيب البصل بتاعي اقطعهم على 4. زي ما انتوا شايفين. اللي مش عنده كبة طبعا ممكن نستبدل بدل الكبة المبشرة. هنبشر الطماطم والبصل والفلفل، هنقطعه مكعبات صغنونة جدا وتكون ناعمة. احاول على قد ما اقدر تكون السكينة ناعمة ونقطعهم عادي جدا. نستبدل الكبة بالمبشرة. هتكون عادي خالص برضو، هتدي معايا نفس النتيجة اللي انا محتاجاها. وهنفرك طبعا معاهم البهارات دي لو احنا مستخدمناش الكبة، لكن احنا هنحط البهارات بتاعتنا مع الخضار بتاعنا، البصل والطماطم والفلفل، واحنا حاطينهم في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزاهم يكونوا ناعمين برضو، مش النعومة اللي هي يكون ناعمين قوي، لا عايزاهم يكونوا يعني خشنين شوية بالشكل اللي انتوا هتشوفوهم دول. حطيت معاهم معلقة صغيرة خل، وحطيت معاهم حوالي معلقتين كبار من الزيت. ودلوقتي بقى هنضربهم مع بعض كده في الكبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طبعا ما تنسوش حبايب قلبي اللي مش مشترك في القناة يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس وشير وسبسكرايب للقناة، وتعملوا لي لايك حلو منكم كده، وتدعموني بكومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتدعمني بشكل جميل قوي. وشكرا على دعمكم ليا، بجد بحبكم في الله. وربنا يا رب ما يحرمنيش منكم يا رب. ويسترها علينا كده ويسترها معانا. وكمان عشان انتوا حبايبي بقى عايزة اقول لكم على دعاء جميل كده لازم نقولوه على طول باستمرار. نقول اللهم ارزقني من حيث لا احتسب ولا ادري. ما شاء الله، الله اكبر. الدعاء ده جميل جدا جدا بجد. يا رب يفرجها علينا جميعا كده ويرزقنا راحة البال. اللهم امين يا رب. زي ما انتوا شايفين كده بقى، هنا حطيت معاهم معلقة من المستردة. اللي مش عنده مستردة عادي جدا برضو، مش اساسي يعني، بس هي بتدي معايا تيست كده حلو ولون جميل قوي للتتبيلة، وبتخلي طعم الفراخ حلو قوي شوية كده، وبتديها تيست عالي بس بتكون جميلة. اللي مش عنده عادي جدا نستغنى عنها، مش هتفرق كتير معايا. وزي ما انتوا شايفين هنا كده انا استكفيت بضرب الخضار بتاعي. هتشوفوه دلوقتي. هجيب بس الاول البولة النضيفة بتاعتي، وابدأ احط فيها الخضار بتاعي. بس هجيب الصينية زي ما انتوا شايفين كده. انا استخدمت صينية حرفها مش عالي قوي، اللي هي بتكون صينية البيتزا مثلا، وغسلتها كويس جدا. وجبت البولة بتاعتي كده زي ما قلتلكوا، افضي فيها البصل والطماطم والفلفل والبهارات بعد ما ضربتهم كويس جدا في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزين تنعموها اكتر من كده برضو ممكن نفضل نضربهم شوية تاني. طبعا اللي بيحب الاكل سبايسي ممكن يستبدل الفلفل الكوبي باللي هو الفلفل الطويل الحراق. ممكن نحط هريسة شطة.
طبعا الاكل اذواق ودي حسب الرغبة. زي ما انتوا شايفين كده هاخد التتبيلة بتاعتي دي. اجيب كده السكينة الاول وابدأ اعمل فتحات صغننة كده في الوراك بتاعتي، او ممكن ننغز بالسكينة لو مش عايزين نعمل الفتحات دي. ممكن كمان تعملوا الفتحات دي على اللحم مباشرة مش على الجلدة من بره. طبعا زي ما انتوا بتحبوا. انا عملتها كده عشان تدي معايا شكل المشوية زي بره بالظبط. وممكن زي ما قلت لكم ننزل الجلد كده ونعمل الفتحات دي من تحت الجلد لو مش حابين ان الجلدة كده تكون مفتوحة من فوق. طبعا هناخد بقى كده معلقتين او 3 معالق كبار من التتبيلة بتاعتي احطهم في الصينية كده من تحت. دي طبعا بتنزل صوص جميل قوي بتخليها طعمها تحفة. زي ما انتوا شايفين كده انا طبعا حاطه فيها زيت، بس في الاخر خالص هنحط برضو على الوش كده معلقتين من الزيت كده على الوراك عشان تاخد لون حلو معايا. زي ما انتوا شايفين كده اتبل كله بنفس الشكل اللي انا قلتلكوا عليه ده. السكينة طبعا لما بتكون حامية بتسهل معايا التقطيع، بتكون سهلة قوي. وزي ما قلتلكوا لو مش عايزين نعمل الفتحات كده عريضة او تكون كبيرة ممكن ننغزها عادي بالسكينة نغزات كده كبيرة شوية عشان التتبيلة توصل للحم من جوه. طبعا الفراخ بتاعتنا ممكن نتبلها قبل ما نحطها في الفرن بساعة او بساعتين او من بالليل زي ما تحبوا، بس هي يفضل ان هي تقعد في التتبيلة بتاعتها شوية، يعني اقل حاجة ساعة يعني. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. الدبوسة دي بقى هعملها بالشكل دوت، شايفين فتحات صغنونة خالص. دي انا عملتها من تحت الجلد، اللي هيقول لي ما عملتهاش زي التانيين مثلا من على الجلد من فوق، عشان الدبوسة بتكون صغيرة كده فالجلد بتاعتها تكون حمياها علشان ما يعني ما تتفتحش اكتر لما تستوى يعني. وبقيت الخلطة بتاعتي اللي اتفضلت دي كده احطها على الوش بتاع الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلتلكوا بقى هنا هنجيب الزيت بتاعنا ونحط كده عليه على الوراك على الوش كده عشان تاخد لون حلو معانا. وطبعا هنشغل الفرن بتاعنا ونسيب بقى الفراخ تستوي على مهلها في الفرن. وهنا كده كانت الفراخ بتاعتنا استوت ما شاء الله. انا بحبها كده تكون متحمرة وتكون ناشفة من تحت وفي نفس الوقت جوسي شوية مش ناشفة خالص يعني. وهنا كنت عندي ولعت الفحمة دي وما كانش عندي ورق فويل ان انا احط فيه الفحم فاستبدلته بغطا برطمان عندك او اي حاجة ألمونيوم او طبق ألمونيوم صغير او استانلس اي حاجة، بس انا مكانش عندي الا غطا كده فاستخدمته. هنحط عليهم شوية الزيت كده ونغطيها بصينية محكمة علشان البخار اللي طالع من الفحمة ما يروحش بره، لازم نحكمهم كده عشان تاخد الطعم. وهنا طبعا انا كنت عاملة رز مدسوس جنبها، ممكن تعملوا مكرونة جنبها عادي، ممكن تعملوا رز بشعرية رز محمر ممكن تاكلوها بعيش بس كده مع الخلطة بتاعتها بتكون حلوة برضو.
طبعًا زي ما تحبوا، بس أنا حبيت إن أنا أعمل جنبها رز مدسوس، وأنا عملت معاكم قبل كده طريقة الرز المدسوس، اللي ما شافهاش ممكن يتفرج على الفيديو، يدخل على الفيديوهات بتاعتي ويشوف الفيديو بتاع الرز المعمر، بيكون جميل جدًا هيعجبكم أوي. وهنا كده كنتم شايفين بقى الخلطة عاملة إزاي جمالها، جميلة أوي، ما شاء الله يعني. زي ما انتم شايفين كده تقدموها بتكون حلوة أوي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.